تعالى أقول لكم ليه ناس بتعرف تحب بعض بهدوء وناس تانية الحب عندها دايما قلق وتعب. يلا نبدأ بأول نمط من أنماط التعلق. كان في مرة طفل لما كان كل ما بيعيط كان بيلاقي حد يقرب منه، حد يسمعه، حد يحضنه، حد يطبطب عليه. هو ما كانش دايما مثالي، بس في أغلب الوقت كان في استجابة لمشاعره. الطفل ده ما تسابش لوحده مع خوفه وما طلبش منه اللي هو يكتم مشاعره. كبر الطفل ده وجواه إحساس بسيط جدا إن أنا في أمان. ولما كبر ودخل في علاقة ما كانش بيحتاج يختبر اللي قدامه ولا يخاف من القرب. بيعرف يقرب من غير ما يغرق، ويعرف يبعد من غير ما بيحس بالذنب. لو زعل بيعرف يتكلم، ولو محتاج بيعرف يطلب. وده في علم النفس اسمه نمط التعلق الآمن. الشخص الآمن ما بيحبش عشان يطمن، هو مطمن من الأساس، فبيعرف يحب وبيبقى في علاقة صحية. ولكن للأسف مش كل الناس كبرت بالإحساس ده، لأن أهالينا زمان ما كانش عندهم الوعي الكافي لاحتياجاتنا. اعملي لي فولو عشان تفهمي نمطك وتفهمي تصرفاتك في العلاقات، واستني الفيديو الجاي هحكي لك عن نمط تاني منتشر قوي في العلاقات.